كلها كمان الدنيا صعبه، خلي بالك. كلنا بنعاني. انا فخوره بيكي، فخوره بالمنتجات دي يا جماعه، الحاجات الجميله ها. ام احمد السوريه في المنصوره يا جماعه في الدراسات. منتجاتها هي جميله، جميل جدا جدا ما شاء الله. حاجه بديعه، تسلم ايديكي. احنا شفنا ام احمد اهي بتقدم منتجاتها عباره عن ايه؟ البلبل، نافع البلبل. مش البلبل بالذات بيتعمل مين؟ كنافه يعني. وانت هي اسمها ايش البلبل؟ وهي بسبوسه، وهي كنافه منوره. بتلونها بقى بايه؟ حاجه صحيه يعني. حاجه فيها هي الحلويات الشام وسوريا معروف يعني. حتى احنا بنسافر سوريا لازم نجيب حلويات ومكسرات والبندق والحاجات الجميله. يا رب سوريا ترجع احسن كده، وكل بلادنا العربيه، العراق، فتح العراق وسوريا وليبيا، كل بلاد العربيه تبقى احسن ما كانت، ومصر تتعافى من الازمه اللي احنا في الاقتصاد، لان كل البلاد اللي حوالينا وقعت، ما عادش قلعينهم على مصر. الحاجات دي يا حاجه وتفاح ايمان دي مفتوحه كده عادي. حلوه قوي. ان شاء الله مصر تعدي من الازمه الاقتصاديه ونبقى احسن واحسن ان شاء الله. مبسوطه هنا في مصر. وحلمك ايه يا حاجه غير انك بتبيعي تعملي تشغلي منتجات دي تطلعيها وتطلعي بعيد؟ هلا بشتغل انا فيها. يعني في ناس عارفين مكانك وبيقول لك طب والدنيا ماشيه معاك؟ بتتعاملي ازاي في مصر؟ يعني الاقامه ازاي؟ عيشتك ازاي؟ احنا طالعين كارت الاصفر. عاملين حاجه اسمها كارت الاصفر. لا الفوديه بتعملنا كارت اصفر، عندنا كارت اصفر بجدد السنه بتجدد بقى ويبقى موجوده يعني. معنا اقامه عليه. ايوه اللي عنده اولاد يساووا على الجواز. يعني انتوا البلد بتسوي لكم دلوقتي ان انتوا تقعدي السنه، مجرد سنه ترجعي تجددي سنه جديده عشان الاولاد ويدخلهم المدارس. وجريك ده يا حاج بيساعد العيال في دخول المدرسه؟ نعم. الجري اللي انت بتجريه ده وتعبك وشقاكي ده يعني مستوره الحمد لله رب العالمين. الف الحمد لله. لو حابه تقولي كلمه لبرنامج الاستاذه ايمان وعايزه تسيبي عنوانك او حلمك في حاجه، الاستاذه ايمان معاك هتحقق لك حلمك. كل اهل مصر بالجنة. ربنا يخليك يا رب. مصر اطيب شعب بالعالم، اطيب شعب مصر. وقفوا جنة يعني اقسم بالله ما حسيت شيء اسمه مصر الدنيا ابدا. يعني انت مش حاسه انك غريبه ابدا؟ مصر استاذه ام العرب، ابدا ام العرب. ولا يحس اني قاعده انا برات بلدي. انا كثير حابه مصر وبعشق مصر، وبتمنى يكون اقامه دائما او جنسيه ما بخلع مصر. كل اخوات لو نزلت على سوريا بتمنى ارجع لمصر. خلاص اتعودت على ناس يعني معاملة اولادي كل اولادي اخواتي. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه كده بسرعه يا استاذه. كان في حد باعت لي صوره، انا عندي اصدقاء على الصفحه كتير سوريين، وقول لي والله يا ام المصريين بنتي اتجوزت في مصر، وانا قلقانه عليها الحمل. هي اقف جنبها بنتي في مجالها الوجع، البيت كله مصريين كلهم معاها في المستشفى. الدكتور ابعث كل ده ليه؟ كلهم معاها اهلها قسما بربي. فبتقول لي انا مش هقول لكم ايه بصراحه، بنتي وسط اهلها، يمكن اهلها انتوا احسن من اهلها كمان. فانا فخوره بالمصريين، وهو ده ميزه مصر. مصر طيبه، مصر العطاء، مصر الحب، مصر اللي في العالم، مصر اللي في العالم. فتحيا مصر، تحيا سوريا، تحيا كل البلاد العربيه. ودايما في حب اصلا بين مصر وسوريا. طبعا احنا كنا جيش واحد، منذ الازل. جيش واحد. طبعا اعلام مصر وسوريا. بس الى القاهره. ايوه قالوا الى القاهره. انا القاهره. ايمان بقى هتجيلك يا حاجه، هتعرف عنوانك وبيتك وهتجيلك تتعلم الحاجات دي كلها. احنا ناخد علبه، هو انا ناخد علبه منك. ربنا يزيدك من عندنا يا رب. مدوس وكله هندوس، مدوس وكله هندوس. على فكره ايمان الباس انسانه طيبه ودانا كويسه، والبرنامج بتاعهم
الكل يدخل على برنامج ايمان يعمل لها مشاركه وعايزين صوت ومشاهده، الحياه، صوت الحياه، يعمل صوت لها الحب، مشاهده صوت ناس لان مع احنا الاعلاميه الكبيره سهير يوسف. ربنا صوت يبارك الحياه. لهم. دايما التألق والنجاح بيجي من ابسط وايمان من الناس البسيطه. من فضلك يا استاذه. والحاجه اسمك ايه الحقيقه يا ام احمد؟ ام احمد سوريا وايمان لاز واحلى لقطات واما تشتري وقت وهناخد الحلويات احلى لقطات حلويات ويا امان الباس. احلى لقطات وهناخد